متأكد بلي ما راحش تبدل هذه الوصفة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير كامل على خير. مرحبا بكم في قناتي لديليس دو نعيم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وهي الايس كريم او المثلجات بطريقتي الخاصة. راح نخدموها بالجليكوز مثل المحلات وراح تجيكم روعة روعة روعة. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتتبعوا معنا طريقة التحضير. بسم الله. عندنا هنايا 2 ملاعق كبار حليب بودرة، وعندنا كاس حليب، وعندنا 10,000 كريمة شونتيي قيس كاس 220 مليلتر، وعندنا هنايا لاروم اي لاروم تحبوا تستعملوه، وعندنا كيس فلون بذوق الفاني. راح نحضروا هنايا الجليكوز واش نحتاجو فيه 4 ملاعق سكر، راح تطيح لكم بالميزان هنا 80 غرام، ونحطو 2 ملاعق كبار ماء، وراح نزيدو نضيفو هنا ملعقة كبيرة عصير الليمون او قشور الليمون حسب المتوفر، ونحطوها على نار قليلة حتى تبدا تغلي. هنا كي تبدا تغلي نحسبوا لها حوالي 12 دقيقة، وراح تخرج لنا هذه الفقاعات. نجيبو طبسي نديرو فيه ماء يكون بارد، ونحطو هكذا ملعقة كبيرة فيه، وراح نتستيو بيدينا حتى تشكل لكم هذه على شكل عجينة كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. نحيوها على النار ونطفيو عليها بيان سور، ونحطوها في طبسي، نحطوها هكذاك سخونة باه ما تلصق لناش في الكاسرونة، ونحيو هذوك القشور، وراح نزيدو نضيفو هنايا نصف كاس ماء، نخلطوها حتى تذوب. نضيفو هنايا نصف كاس ماء، نخلطوها حتى تذوب، يذوب هذاك الجليكوز. حتى نتحصل على خليط بهذا الشكل، ونحطوه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. نحط إناء كبير، نحط عليه كاس كريمة شونتيي وكاس حليب، نطلعهم حوالي 40%، وراح نضيف هنايا 2 ملاعق كبار حليب بودرة، و2 ملاعق كبار فلون بذوق الفاني. راح نزيد نطلعها حوالي 70% بهذا الشكل، وراح نضيف هذاك الجليكوز ملاحظة يكون بارد، يكون بدرجة حرارة الغرفة. تقدروا ديروه داخل الثلاجة وتخرجوه وديروه، ما ديروهش هكذاك سخون، هكذاك ما راحش تطلع من الاخر، تطلع معاكم هذيك الكريمة. وراح نطلعوها هكذا 100%، تسمى راح تطلع لنا كامل حتى نتحصل على خليط بهذا الشكل. وهذا الكريم ما راحش يخرج لكم كريمة كشغل راكم تاكلوا في التحلية ولا كريمة شونتيي. نحطوه داخل الثلاجة لمدة 5 ساعات او اكثر. بعد 5 ساعات راح نخرجه من الثلاجة، وراح نضربه بالخلاط الكهربائي. وهنا راح نقسم الخليط. انا هنا استعملت لاروم بذوق التوت ولاروم بذوق شمينغوم، وانتم اي لاروم اي ذوق تحبوه تقدروا تستعملوه. لاروم هذا تروح عند اللي يبيع لوازم الحلويات وتقولوا له عمر لي قيس 10,000، راح يعمر لك قرعة كيما هكذا. وتخيروا الاذواق، كاين بزاف الاذواق، كاين فاني، كاين فراز، كاين شيكولا، كاين بزاف تسمى عدة اذواق. راح يتخيروا الاذواق وتعمروهم بهذه الطريقة. وانا نستعمل 2 اذواق، استعملت ذوق تاع التوت واستعملت تاع شمينغوم. انا عجبني بزاف تاع شمينغوم، هذا يجي روعة. ما تكثروش برك فيه لي روم باه ما يخرج لكم شمر. ونعمروا البوشات، ولا تحبوا ديروه في باطات كبار. انا عمرت البوشات كيما هكذا وديرتهم في بايت صغار.
ملاحظة فقط، الجليكوز كي تطفيو عليه النار ونحطوه في طبسي يكون كبير شوية، نحطو فيه الماء يكون سخون، نصف كاس ماء يكون سخون، ما نحطوش الماء يكون بارد. وننصحكم تجربوا هذه الوصفة وخرجت بزاف بنينة، وصورتو مع هذيك لاروم شمينغوم، ننصحكم تشريوه. لاروم شمينغوم هذا روعة. ونزينوهم بهذه الطريقة، انا استعملت هذه تاع التزيين، زدت لهم شوية بيستاش من فوق. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وما تنسوناش الاشتراك في القناة وجام للفيديو او لايك للفيديو، وننصحكم تجربوها. ونتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله. السلام.